إبراهيم الرفاعي كان معلق 3 أجهزة اتصال في رقبته، فلما شافوه عرفوا إن هو ده القائد، وأمروا بخروج مجموعة كاملة من المدفعية علشان تقتله. الجنود المصريين اللي كانوا فوق قواعد الصواريخ لما شافوا اللي بيحصل ده نطوا، لكن واحد منهم فضل يحاول يسحب إبراهيم الرفاعي علشان ينط معاهم، لكنه رفض تماما وفضل يضرب العدو بسلاحه لحد ما اتصاب بشظية. فنزلوه وطلبوا إن عربية تيجي علشان تنقله، بس في وسط الظروف دي كان صعب جدا إن هم يلاقوا حد، لكن في واحد اسمه سليم قدر إن هو يروح وياخده ويتحركوا بيه على طول. بس أكيد العدو ما قالهمش تكري يا حبايبي وسابوهم يمشوا كده عادي، لا، طلعوا يهاجموهم برضه. الرفاعي كان بيلبس جزمة لونها مختلف عن باقي المجموعة، فالجنود المصريين لما شافوا الشخص اللي اتصاب ده لون جزمته مختلف بلغوا فوراً باللاسلكي إن الرفاعي اتصاب. الجنود الإسرائيليين لما سمعوا الخبر ده فرحتهم كانت مش طبيعية، إن أخيراً قدروا يسيبوا الشخص اللي بقاله كتير ملففهم حوالين نفسهم.